السلام عليكم. في العصر الجاهلي كان هنالك شاعر اسمه عمرو بن كلثوم التغلبي، وهو صاحب المعلقة الشهيرة التي يقول في مطلعها: ألا هبي بصحنك فاصبحين ولا تبقي خمور الأندرين. ولهذه المعلقة قصة جميلة، وكما تعلمون أن الحرب بين بكر وتغلب استمرت لوقت طويل، فاتفقوا بعدها أن يحتكمون إلى أحد الملوك. فدخل التغلبيون وأمرهم إلى سيدهم وفارسهم وشاعرهم عمرو بن كلثوم التغلبي، ودخل أبناء بكر وأمرهم إلى سيدهم وفارسهم وشاعرهم الحارث بن حلزة اليشكري. فبدأ عمرو بن كلثوم يذكر قصيدته ويشرح فيها هذه الحرب، ويشرح ما يريدون الوصول إليه من هذا الصلح، ولكنه أفحش في الفخر وبالغ بمدح قومه كثيرا، وكان من جملة ما قال: وكنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا، فصالوا صولة في من يليهم وصلنا صولة في من يلينا، فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين. وفي هذا فخر عجيب، يذكر أنه في الحرب كان يعود أبناء عمومته بالنهاب وبالسبايا، وكانوا في الميسرة من الجيش، وكان هو وإخوانه في الميمنة من الجيش، وكانوا يرجعون بعد ذلك بالملوك مصفدين، وهذا قمة في الفخر. واسترسل في القصيدة يقول: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا، بأن المطعمون إذا قدرنا وأن النازلون بحيث شينا. واسترسل في الفخر فقال: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، أي أن الناس أجمع يشربون من بقايانا ويأكلون بعدنا. إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. وقد ارتكب عمرو بن كلثوم بهذه القصيدة خطأ فادحا، إذ كان يفاخر بقومه في حضرة الملك، فاستغل ذلك الشاعر الحارث بن حلزة اليشكري وقال: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء، آذنتنا بعهدها ثم ولت ليت شعري متى يكون اللقاء. بدأ بمقدمة غزلية طللية فاخرة، وذكر فيها ما يريده من الملك بلطف وأدب، فحكم الملك آنذاك لصالح قبيلة بكر، وانتهت بذلك القصة.